رمضاوي موهبة براداو الجديدة اللي بتقترب من الانتقال للنادي الأهلي. أنا جاي بقى في الفيديو ده أعرفك مين هو محمد الأمين رمضاوي، الصفقة القريبة من الانتقال للنادي الأهلي. الفيديو ده أنا تعبت فيه جدا، لو عايز تشوف الحلقة كاملة روح شوفها على اليوتيوب واللينك بتاعها في أول كومنت، واكتب الاسم ده في سيرش اليوتيوب. رمضاوي ده مهاجم عمره 20 سنة، طوله 1.90 سم وقيمته السوقية 500,000 يورو، وبيلعب في نادي براداو الجزائري، احد الانديه المتواجده في الجزائر واللي طلعت نجوم كتير. هتقول لي طلعت نجوم كتير زي مين؟ هقول لك زي يوسف عطال ظهير ايمن منتخب الجزائر، ورامي بن سبعيني ظهير ايسر منتخب الجزائر اللي بيلعب في بروسيا دورتموند الالماني، وادم والناس. يلا بقى اكلمك عن مميزات نجمنا الجديد المهاجم المنتظر في صفوف النادي الاهلي. اول حاجه، رمضاوي ده مش مهاجم كلاسيكي فقط، يعني مش مهاجم خطاف ولا مهنته اصطياد الاهداف داخل منطقه الجزاء فقط، لا ده بيجري كتير على الاطراف وبيرجع يبني لعب زيه زي المهاجم الوهمي بالظبط، وكمان تمركزه في منطقه ال 18 نموذجي. تاني حاجه، الراجل ده هيدر كويس جدا جدا، يقدر يسجل اهداف براسه بشكل 100 ولا غلطه، وكمان بيخلق لنفسه المساحه في ظهر قلبي الدفاع او في ظهر اي مدافع علشان يسجل اهداف او يتعامل مع الكره بشكل مميز. غير كده بقى سيدي سريع بالكره جدا جدا، وكمان ما بيخافش من الالتحامات. يعني انا عايز اقول لك ان نسبه تفوقه في الصراعات الهوائيه مع المدافعين وصلت 70%، على الرغم من سنه ده، على الرغم من سنه ده. اللي عجبني من فيديوهاته كمان انه مهاجم محطه، يقدر ينزل عشان يسند لزمايله ويقدر يوصلهم كمان ان هم يسجلوا اهداف. فده اكتر حاجه بتشدني في الفيرود العصري اللي بيقدر يكون محطه لزمايله. نسبه تمريراته او دقه تمريراته عاليه جدا، يعني لما اجي بفرجك على الفيديو اللي انت قدامك ده بتشوفه بينزل نص الملعب وبيحرك الاطراف وبينزل يباصي لوسط الملعب وبيتحرك وهكذا. طريقته في سندة الكرة لزمايله جيدة جدا، يعني نسبة تمريراته عالية الدقة. أرقامه بقى في الموسم ده، هو شارك في 13 مباراة من أصل 14 مباراة بشكل أساسي، وشارك في مباراة واحدة كبديل، وسجل 5 أهداف في بطولة الدوري. الجديد بقى إن فرقة براداو دي مش من الفرق الكبار هناك، لا ده في المركز ال 12 في دوري مكون من 16 فريق، والفارق بينه وبين الفريق اللي هيهبط 7 نقاط في جدول الترتيب. يعني كمان لو بيلعب في أندية التوب هناك كان زمان أرقامه قلت أكتر وأكتر، لأن ده أكيد بيدل إن زمايله مش أعلى كواليتي في الدوري الجزائري. في المجمل مواصفات اللاعب وفيديوهات اللاعب عجبتني. اللعيبه عنده 20 سنه، طوله 190 سم، وكمان محطه، وبيسجل باهدافه كويس، كان كويس، وجوه المنطقه كويس، وخارج المنطقه كويس. هو ده المهاجم اللي انا اتوقع ان احنا محتاجينه في النادي الاهلي. نسبه لسنه ونسبه لعوامل كتير جدا عجبتني في اللاعب ده غير ان احنا عندنا مشكله كبيره جدا بعد رحيل وسام ابو علي وتواجد محمد شريف وجراد ياشار، مش قادرين يسدوا الخانه دي. فانا اتوقع ان الولد ده لو جه وتطور بشكل ملحوظ هيقدر يسد الخانه دي، حتى لو ما وصلش للتوب بتاع وسام ابو علي يقدر ان شاء الله يسد فراغ ان احنا ما عندناش مهاجم يقدر يجيب لك اهداف من انصاف الحلول. كمان كان في انديه مهتميه بالتعاقد مع رمضاوي من الدوري الجزائري. مدير الجزائر اتكلم عليه واتحاد العاصمه اتكلم عليه في الدوري الجزائري، ولكن فضل برضاو انه يبص للعروض اللي جايه من بره، والنادي الاهلي يقترب وبقوه من ضم اللاعب. واتوقع انها تكون صفقه جيده جدا، لان الواد سنه كويس، لو لعب عندك فتره بسيطه تطور بشكل ملحوظ تقدر تبيعه وتجيب فلوس اكتر واكتر، وكمان ممكن يسد خانه المهاجم في النادي الاهلي فتره طويله. لو كملت الفيديو الاخر عايز اسالك سؤال كويس جدا، هل انت عاجبك الصفقه دي لو تمت في النادي الاهلي؟ هل المهاجم ده هو اللي في دماغك يكون هو مهاجم النادي الاهلي الفتره اللي جايه؟ اكتب لي ده رايك في الكومنتات. ولو انت مش عندي على اليوتيوب روح اعمل لي فولو هناك، والفيسبوك اسمه ابراهيم الفخراني، واليوتيوب اسمه ابراهيم الفخراني، والتيك توك اسمه ابراهيم الفخراني. انا بشكركم جدا على الدعم، واتمنى تدعموني علشان اكمل، وان شاء الله نتقابل في فيديوهات جديده.